الناس عايشة حياتها عادي وكله زي الفل. بعد كده بنروح عند واحد اسمه سينكو ده بيحب دايما العلوم والرياضة ودايما شاطر وكده. وفجأة في شعاع اخضر غريب جدا بيجي على كوكب الارض وبيغطيه كله، وكل الكائنات الحية اللي فيه بتتحجر وتبقى عاملة زي كأنها تماثيل كده. حتى كمان البشر، اي كائن حي بقى عبارة عن زي تمثال متحجر. ومحدش طبعا عارف ايه سبب الكارثة دي، والعالم كله عبارة دلوقتي عن تماثيل، وكل الكائنات الحية عبارة عن دلوقتي عن تماثيل، والحياة تعتبر وقفت تماما على كوكب الارض. في واحد بيصحى من التحجر ده وبيستغرب جدا من شكل البيئة اللي حواليه، بيكون كله عبارة عن اشجار ونباتات وحاجات عجيبة كده. بعد كده بيقابل صاحبه سينكو، بيكون الواد ده اسمه تايجو، وبيقابل صاحبه سينكو، وبيكون سينكو صحي قبليه من 6 شهور. وسينكو بيقول لتايجو ان هما فضلوا متحجرين اكتر من 3700 سنة. تايجو طبعا بيستغرب ومش فاهم اي حاجة. سينكو بياخد صاحبه تايجو بيروحوا عند البيت اللي بناه سينكو بقاله قد كده عمال يبني فيه. وسينكو قاعد طول ال6 شهور اللي سحب فيهم دول عمال يحاول يلاقي تفسير للظاهرة الغريبة اللي حصلت دي، وان ازاي البشرية بقت كده وهم الوحيدين بس اللي فاقوا والباقي لسه ما فاقوش. وفي اسئلة كتيرة جدا جوه دماغ سينكو. اول حاجة منها هما ليه بس هما الاتنين الوحيدين اللي صحيوا. تاني حاجة وهي اصلا سبب الكارثة اللي حصلت دي. بيروح سينكو وتايجو عند كهف، وهما الاتنين كانوا اتحجروا قريب منه، يعني هما الاتنين لما كانوا بقوا تماثيل كانوا قريبين من الكهف ده. في سائل بينزل من الكهف ده، وسينكو بيعرف ان هو حمض الكبريت. وقال سينكو ان ده السبب اللي ممكن يخلي التحجر يتفكك، وطول الوقت عمال يجرب في تجارب وطرق ان ازاي يحاول يفك التحجر اللي بيحصل ده. وبعد تجارب كتير قدر سينكو ان هو يعمل زي سائل كده، اول ما تحطه على اي تمثال او اي حاجه متحجره يروح فككها وترجع تاني زي طبيعتها. سينكو وتايجو هما ماشيين فجاه بيلاقوا مجموعه اسود بتهجم عليهم. وطبعا بقى في حد يسالني يقول لي الاسود دول جم منين، فاقول له يا اسطى العالم كله متجمد بقاله 3700 سنه، فاكيد البيئه اتغير والحاجات دي انهارت، المباني والحمارات والحاجات دي بقى، والبيئه رجعت تاني زي زمان وكده. بعد كده سينكو وتايجو بيحاولوا يهربوا بسرعه من الاسود، لكن طبعا مش عارفين. وكان معاهم السائل اللي لسه سينكو مكتشفه ده، وعمالين يجروا بيحاولوا ان هم يقربوا من الاسود لحد ما وصلوا عند تمثال واحد اسمه تسوكاسا. والتسوكاسا ده يكون من اقوى اللاعبين الفنون القتاليه في وقتها، والاسود طبعا محاوطينهم في كل مكان. فكان سينكو عنده اختيار واحد بس، واللي هو يحط السائل اللي اخترعه ده عشان يصحي تسوكاسا عشان يحاول ان هو يحميهم او ينقذهم، عشان هو قوي جدا فهيعرف يعمل كده. سينكو حط السائل عليه، واول ما الحجر اتفكك قام بسرعة ساكسا وقتل الأسد بضربة واحدة بس من إيده. طبعا سينكو مبهور جدا من القوة العظيمة اللي عنده دي. لسه هما لحد دلوقتي سينكو وتايجو مش مصدقين حجم القوة الرهيبة اللي عند سوكسا، هو ده ممكن أصلا يكون إنسان زينا كده. بعد كده سينكو خد سوكسا وراح عند البيت اللي بناه سايتو، وتسوكاسا منبهر جدا من كمية المعرفة والعلم اللي عند سينكو، وكانوا عايزين ياكلوا أي حاجة. والأكل الموجود عند سينكو عبارة عن نباتات وفواكه وحاجات كده يعني. طبعا بقى تسوكاسا ما يسكتش، راح طبعا رايح وصيد لهم كل حاجة قدامه، اي حاجه بيشوفها بيصطادها، وفضلوا ياكلوا لحد ما شبعوا. سوكاسا بيحكي عن قصه كان عاشها زمان وهما ماشيين كده على الشط. بيقول ان كان في ولد صغير عايز يجيب لاخته الصدف في البحر عشان هي بتحبه، وكان نفسه يفرحها باي طريقه عشان هي كانت مريضه، وكان نفسه بس ان هو يفرحها. والولد بيجمع الصدف من الشاطئ اللي بيطلع من البحر. جه راجل كبير معفن شكله سكران، فضل يضرب في الواد ويقول له المنطقه دي بتاعتي امشي من هنا، وفضل يضربه ويعذبه ويبهدل في امه لحد ما مشي. وقام سوكسا على طول مكسر التمثال اللي قدامه على الشاطئ. وطبعا سينكو قال له انت عارف انت كده عملت ايه، انت كده قتلت انسان، احنا كنا ممكن نرجعه تاني للحياه. فتسوكسا بيقترح على سينكو ان هم ممكن يرجعوا بس الناس الطيبه واللي قلبها نضيف، اللي ممكن تبني عالم جديد ما فيهوش ولا طمع ولا حقد ولا حسد ولا اي حاجه من القرف الموجوده. وعشان كمان لو صاحبوا حد من الاغنياء اللي على طول بيستغلوا الفقراء اللي زيهم هيفرض عليهم ضرايب اكتر وهيطلع عينهم اكتر. وتسوكاسا مش عايز كده، وعايش يعيش في سلام، وعايش يعيش كل الناس كلها في سلام. لكن طبعا سينكو بيقول احنا ما عندناش القدره اللي احنا نحكم على مين وما نحكمش على مين، احنا هنصحي كل البشر بالسائل اللي معانا ده. سوكاسا طبعا رافض، بيقول له الناس دي هي اللي عملت الحروب وهي اللي خلت ناس تموت في الحروب دي من غير اي ذنب ملهاش دعوه اصلا. سوكاسا مش عايز حاجه من دي تحصل تاني. وسينكو طبعا مش بيعجبه الكلام ده، على اساس ان هم ينقوا على مزاجهم الناس اللي اختاروهم عشان يعيشوهم. وسينكو قال بالعلم اللي عنده ده هو هيصحي كل الناس ومش المفروض ان احنا نحكم عليهم. سينكو راح بسرعه لتايجو وخد معاه سائل الاحياء عشان يصحوا صاحبتهم يوزوريها، طبعا اسمها غريب فهو اسمها كده بقى يوزوريها، ويحاولوا يهربوا من سوكاسا بعد ما سينكو عرف ان هو عايز يدمر العالم كله ومش عايز يصحي الناس، وعمال يقتل في التماثيل، اي تمثال بيشوفه قدامه عمال يقتله، فيعتبر لكنه قاتل يعني وكده. وتسوكاسا كان عايز يعرف فين السائل اللي مع سينكو ده وراح عشان ياخده منه. وفي نفس الوقت ده سينكو كان بيصحي البنت اللي اسمها يوزوريها، واول ما صحيت على طول بيحاولوا ان هم يهربوا، لكن سوكاسا بسرعه جه. راح سينكو مطلع السهم وضربه في تسوكاسا، والسوكاسا قام ماسك السهم وهو طاير وراح رماه على الارض كأنه ما حصلش اي حاجه. سينكو طبعا مستغرب من قوه سوكاسا دي. وتايجو راح كمان عشان يضربه، لكن تايجو
تايجو بيعرف يصد ضربة سوكسا، واستغرب سوكسا ان تايجو كان ممكن يضربه لكن ما ضربوش. تايجو قال انه مش بيحب يضرب الناس وكده، هو هيفضل يمنعه لكن مش هيضربه. تايجو بيقول لسوكسا انا مش هخليك تأذي اي حد ومستحيل اضربك. تايجو بيقول لسوكسا ان هو عمره ما هيهجمه عليه لان تايجو مش بيحب يعمل كده. طبعا سوكسا بيستغرب وبيعجبه الكلام فبيسيبهم وبيمشي. بدأ سينكو يهرب هو واصحابه بسرعة قبل ما سوكسا يرجع لهم تاني، وبدأ سينكو يصنع قنبلة ومسدس وبيجمع الحاجات والمواد اللازمة عشان يقدر يعمل كده. وهو بيجرب قدر يعمل قنبلة ودخان كبير جدا باستخدام البارود اللي عرف ان هو يجمعه. ويا دوبك عدى شوية وقت ولقى ان في دخان طالع من الناحية التانية من الجزيرة. سينكو اترعب ومش عارف يفكر لا يكون سوكسا عارف مكانهم تاني، لكن اصلا المفروض سوكسا يكون الناحية اللي وراهم مش اللي قدامهم، والدخان جاي من الناحية اللي قدامهم. فسينكو بيفترض كده ان ممكن يكون في بشر تاني عارف ان هم يتخلصوا من التحجير اللي كان عليهم دول ورجعوا تاني للحياة. بعد كده بيجي سوكسا وبيهدد سينكو لو ما قالوش ازاي يعمل السائل الاحياء ده هيقتل يزوريه. سينكو بيتحاول يتفاوض معاه لكن سوكسا مش راضي خالص. وكان في الوقت ده تايجو بيجمع خشب سينكو كان قال له عليه. سينكو خلاص دلوقتي كده ما عندوش حل تاني، يا اما يديله التركيبه بتاعت سائل الاحياء يا اما هيسيب صاحبته تموت. وفعلا سينكو بدا ان هو يقول له على تركيبه وقال له هات حمض النيزك اللي من الكهف ده وهات معاهم كحول واخلطهم مع بعض كويس بمقادير معينه كده وهيبقى عندك سائل الاحياء ده. سوكسا بيشكر سينكو جدا. سوكسا بيقول لسينكو وعدني انك هتستغنى عن العلم ده ومقابل كده انا مش هقتلك، وهنعيش في العالم الحجر اللي احنا فيه ده ونبني عالم جديد من غير ولا حقد ولا حسد ولا اي حاجه، ومش هنسيب الحضاره تتطور ونفضل عايشين كده بكل بساطه وسعاده وحاجه حلوه كده، وهنصحي بس الناس اللي قلوبهم طيبه والفقراء طبعا. سينكو بيرفض وبيقول ان هو مستحيل يستغنى عن العلم والمعرفه، دول كل حاجه بالنسبه له. سينكو بيقول ان هو من غير العلم والمعرفه اللي عنده دول يستاهل ان هو يموت احسن. سوكسا بيقول اخر كلمه ليه قبل ما يقتله، وبيقول له احنا لو كنا اتقابلنا قبل 3700 سنه قبل ما تحصل الكارثه دي كنت يا سينكو هتكون اول صاحب ليا. وبيروح سوكسا على طول رايح وقاطم رقبته عشان يموت بسرعه من غير الم. تايجو بيجي اول ما بيشوف صاحبه ميت قدام عينيه مش بيقدر يستحمل كميه الغضب والحزن اللي جواه، عينيه مش قادره توقف على العياط. قام ماسك صخره ضخمه كبيره قوي وقام رافعها لفوق ومطيرها في الهوا كده ناحيه سوكسا. وسوكسا مستغرب هو ليه ما حدفهاش عليه على طول، وراحت على طول صاحبته ميزورهيه تجيب البارود وترميه على سوكسا، فالصخره الكبيره نزلت على البارود فانفجر وبسرعه هم هربوا والمفروض هو يموت يعني سوكسا، لكن طبعا سوكسا ما ماتش يعني الانفجار ده مش هيأثر عليه. وتايجو ويزورهيه وهم عاملين يهربوا بيحاولوا دايما يفتكروا كل ذكرياتهم مع سينكو واحلامهم اللي كانوا نفسهم يحققوها مع بعض. بعد كده تايجو بيفتكر ان سينكو كان قال له ان التحجر لما بيتفكك بيصلح اي مشكله كان في الجسم، يعني مثلا لو كان في اي مشكله التحجر ده لما بيتفكك بيصلحها في ساعتها. وتايجو فضل يدور في جسم سينكو لا يكون في حاجه لسه متحجره، فبيلاقي ورا رقبته ان في حاجه لسه فيها حجر كده، فبيحط عليها باقي سائل الاحياء اللي كان معاهم، وبيبدا الحجر ان هو ينشق ويعالج كل المشكله اللي كانت في سينكو، وبيبدا ان هو يرجع تاني للحياه. واول ما سينكو بيفوق بيقولهم على خطه في منتهى الذكاء. دلوقتي سوكسا فاكر ان سينكو ميت، وقال لي تايجو ويزوريها ان هم يروحوا هم الاثنين يبقوا جواسيس عنده وعند سوكسا، وسينكو هيحاول يلاقي باقي الناس اللي كان شافهم واللي طلعوا الدخان الجامد اللي كان ظاهر في الاول ده، ويعرف ان هو يتعاون مع الناس الجديده اللي هيشوفها دول ويبقوا اصحابه عشان يساعدوه في ان هو يرجع تاني الحياه للعالم كله. سوكسا هو ماشي بيراقب بنت غريبه جدا عماله تهاجمه وعايزه تقتله، وهو مش عارف هي مين دي اصلا. بيفكر انها ممكن يكون واحده من سينكو اللي كان صحاهم، لكن بيلاقي ان هي بتقول كلام غريب جدا، بتقول ان هي شافته وهو بيقتل الساحر اللي استخدم غضب الجبل عشان يصحي البركان. عرفت سوكسا على طول ان دي اكيد مش من العالم القديم، دول اكيد بشر اتولدوا في العالم الحجري ده، بس هو برضه مستغرب ازاي في بشر اتولدوا في العالم الحجري وهم اصلا كل البشر اتحجروا زمان زي ما حصل قبل 3700 سنه. عموما بيروح سايبها وبيبدا ان هو يضربها وبيوقع عليها الشجره وبيروح ماشي عادي. وهدف سوكسا دلوقتي ان هو يروح عند ماء الكهف اللي بينزل حمض الكبريتيت ده عشان يعمل الوصفه اللي قال عليها سينكو ويرجع تاني الناس بس اللي على مزاجه. وبيكون سينكو شايف اللي حصل ده وبيروح بسرعه عشان ينقذ البنت، وبيروح يعمل زي اداه كده تحاول ان هي ترفع الشجره، وبيعرف ان هو ينقذ البنت دي. وبعد ما بيعرف ان هو ينقذها من الشجره اللي كانت عليها دي بيروحوا عند القريه اللي هي المفروض منها. سينكو بيتفاجئ قوي لما بيشوف ان في كبار وعواجيز وصغار وعيال شابه وكده، بيستغرب هم منين اصلا وجم ازاي وازاي تناسلوا، لانهم ما يعرفوش اي حاجه عن العالم اصلا، يعتبروا بشر بدائيين. وكمان اشمعنى هم بيتكلموا برضو اللغه اليابانيه اللي هو بيتكلمها، ليه مش اي لغه تانية مثلا اللي هم ما
ما يعرفوش اي حاجه اصلا عن اللي حصل زمان، دول كانهم اتولدوا كده في العالم ده. اسئله كتيره جدا جوه دماغ سينكو بيحاول ان هو يلاقي ليها معنى، وبيكون سينكو ممنوع ان هو يدخل القريه دي عشان هو يعتبر غريب، ومن قوانين القريه اللي اي حد يدخل فيها يكون من جوه القريه. سينكو بيقابل واحده اسمه كروم، وكروم ده بيقول على نفسه ساحر كمان عشان بيعرف يولع نار وبيفضل يغير في لونها وكده. راح سينكو قاعد معاه وفهمه على كل حاجه، وقال له ان البشر زمان كانوا عايشين عادي في تقدم وفي رقي وفي كل حاجه، وقدروا ان هم كمان يوصلوا للفضاء، وعرفوا يصنعوا طيارات والعاب فيديو، وعرفوا يعملوا كل حاجه في الحياه. وكل ده نتج عن ملايين السنين من الحضاره والمعرفه اللي فضلوا البشر يتنقلوها من جيل لجيل لجيل، لحد ما فجاه حصلت الكارثه دي، والعالم كله والبشر كلهم وكمان الكائنات الحيه كلها بقوا زي المتحجرين كده وزي التماثيل. وكل الحضاره اللي فضل البشر يبنوها من الاف السنين ومن ملايين السنين كمان اتدمرت في لحظه واحده. كروم ده بينهار من العياط على ايه مش عارف، بيكون متضايق جدا على السنين اللي راحت وفي الاخر ضاعت في اللحظه دي. وبيكون هدف سينكو دلوقتي ان هو يحاول مع اهل القريه يعرفهم ايه اللي حصل ويعرفهم الحقيقه، وكمان يحاول يحذرهم ان ممكن سوكس اصلا يهجم عليهم. وبيكون هدف برضه سينكو ان هو يحاول يجمع جيش قوي من الناس دول باستخدام العلم والمعرفه، وان هو يصنع ادوات حديثه يعرف يضرب بيها سوكس المعتمد على الادوات الحجريه وحاجات كده. وكمان عايز يعرف ايه سر البشر اللي خلوهم يتحجروا فجاه كده. ان شاء الله الجزء التاني بقى اللي هينزل بعد ده هيكون تلخيص الموسم الاول كله، بعد كده فيديو تاني تلخيص الموسم التاني، ويبقى كده خلصنا انمي دكتور ستون. متنساش بقى تعمل لايك واشتراك وكده يعني. سلام.